حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. آآ قبل طبعًا ما ندخل في الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا معايا فَص صدر من صدر الفراخ، يعني حوالي 300 جرام تقريبًا أو 350. طبعًا الصدر دوّة أنا عايزاه سليم، مش عايزاه متقطّع شرايح بانيه، علشان هاعمله ستريبس. هنعمل مع بعضينا ستريبس بتكاتي أنا يعني، حاجات كده إيه، ممكن في حاجات كده تكات كده يعني إيه، أول مرّة أشوفها معايا أنا، يعني في التتبيلة يعني، وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بس إحنا هنا طبعًا غسلت صدر الفرخة بليمون وزنجبيل وشطفته، وطبعًا بعد ما أقطّعه برضك هاغسله تاني، برضك بليمون وزنجبيل وملح، وهاشطفه وأصفّيه كويس جدًا إيه، من أي مَيّة فيه. طبعًا ده كلّه عشان الزفارة يعني. بس دي التقطيعة، السمك ولا رفيّع ولا تخين، عشان لو رفيّع طبعًا إيه هتبقى حاجة ناشفة كده ما فيهاش لحم مش هتبقى حلوة، ولو تخين أوي برضك إيه ممكن يطلع منِّك ني أو مش مستوي يعني، فهو وسط، تقطيعته وسط ولا رفيّعة ولا تخينة. طبعًا هنقطّع صدر الفرخة كده مع بعضينا، من الستريبس برضك من الحاجات الحلوة اللي فيه إن بيرمي كميته بتبقى حلوة. غير كده أنتِ بتبقي ضامنة النضافة بتاعته يعني، إن أنتِ عاملاه في البيت. طبعًا التوابل معانا إيه، مرقة، معلقة مرقة، نُص معلقة شطة، من كل حاجة معلقة، بابريكا، معلقة زنجبيل، معلقة فلفل أسود، معلقة بهارات فراخ أو 7 بهارات. طبعًا ونُص معلقة شطة، مش هتأثّر بس بتدّي طعم حلو أوي. هنقلّب الحاجات دي كلّها، التوابل دي كلّها مع بعضينا، بس وهناخد معلقة في تتبيلة الفراخ، وهناخد برضك معلقة كبيرة في الدقيق. الدقيق دوّة كوباية دقيق كبيرة من كوباية العصير. في بولة هنحط فيها التوابل، وهنحط عليها كوباية مَيّة، دي اللي هنحط فيها الفراخ، هنتبّل فيها الفراخ، وهنقلّبها إيه كويس، عشان البهارات إيه طبعًا تدوب في المَيّة، وبعد كده هنعصر إيه نُص ليمونة عليها، وهنسيب الفراخ دي إيه تتبّل فيها. عايزة تتبّليها قبلها بيوم طبعًا بيكون أحسن. أنا سِبتها اتبّلت ساعتين. والدقيق هاحط عليه معلقة لبن بودر، ومعلقتين نشا، ومعلقة بقسماط، أو معلقة فيجيتار، أنا هنا حاطة فيجيتار، يعني عندِك بقسماط أو فيجيتار منه معلقة كبيرة، ده على الدقيق. طب هتقولي معلقة اللبن بودرة ليه؟ بيعزّز الطعم، بيبقى طعمه غني، طعمه بيبقى مميز بصراحة يعني. واللي مش عايزة تحط ما تحطش عادي يعني، بس أنا باقول لك دي برضك إيه من الأسرار التكات بتاعة الستريبس بتاعي يعني. بس هنحط طبعًا إحنا غسلنا صدور الفراخ اللي إحنا قطعناها دي، غسلتها تاني طبعًا، هاحطها واسيبها بقى تتبل. طبعًا كل ما تسيبيها تتبل أكتر في مَيّة التوابل بتاعتها بتكون أحسن يعني، وت وبتك بت بتساعدها كمان على السِوَى، وتشرب في التتبيلة بتكون أحسن يعني. بس طبعًا هاسيبها، أنا هاسيبها ساعتين، عشان إيه، عشان أنا مستعجلة عليها. بس اللي عايز يعملها قبلها بيوم عادي، اللي عايز يسيبها أكتر من ساعتين برضك عادي. بس طبعًا قُلت عقبال ما تتبّل هاعمل كفتة إيه، كفتة شوي. الكفتة دي أنا في فيديو قبل كده قُلت إن أنا إيه، باعملها عند الجزار، باخد البصل والحاجة بتاعتي، وباخلّي الجزار يقطع لي قطعيات معيّنة من اللحمة، وباعملها كفتة شوي. وإن شاء الله برضك بإذن الله هاعملها لكم هنا على القناة بإذن الله، في الكبة وبالخطوات كلّها بالضبط. بس طبعًا هنصبّع الكفتة مع بعضينا، وطبعًا عقبال ما إيه، ما الستريبس يتّبل. عادي ممكن أصبّعها وأحطها في التلاجة عقبال الستريبس ياخد الوقت بتاع التتبيلة شوية بتاعته. والكفتة بعد ما هاصبّعها هاحطها في الفرن، باسخّن الفرن كويس جدًا، جدًا، ده لو مش عايزة تحطيها على الفحم، لو أنتِ عايزة تعمليها في الصينية يعني. تحطّي عليها معلقة واحدة بس زيت أو سمنة، هي كده، كده هتنزّل الدهون اللي فيها، لإن فيها طبعًا ليا ودهون، فهتحطّي ممكن أصلًا ما تحطّيش مادة دهنية،
حطيها زقها كده في الفرن، بس الفرن يكون ايه سابق التسخين بتاعه. بس طبعا الوقت الستريبس خد ساعتين بتوع الوقت يعني بتاعه ساعتين. الازازه الصغنونه خالص دي زعفران بودره. باحب احط حاجه بسيطه قوي، شعره كده بسيطه في الدقيق، عشان بتدي لون حلو قوي للستريبس. حاجه بسيطه قوي، عايزه تحطي بدلها كركم بردك حاجه بسيطه قوي، يعني حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجه بسيطه لا تذكر، بس بتدي لون حلو. لكن لو كترتي اللون هيبقى برتقاني، هيبقى اوفر. بس طبعا احنا قلبنا الدقيق كويس، وهنبتدي بقى نعمل خطوات مع بعضينا. هنطلع الستريبس من التتبيله بتاعته على الدقيق، ومن الدقيق على ميه التتبيله تاني. ده اللي حابب يعمل الطريقه دي. وفي طريقه تانية هتبقى اسهل واحلى هعملها معاكم دلوقتي، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي هجيب كيس وهطلع الستريبس كله من التتبيله، هحطه في الدقيق دوت. وبعد ما احطه في الدقيق دوت هوريكم انا هعمل ايه. انا هوريكم بالظبط الخطوات عشان يبقى الشرح ماشي مع الخطوات بالظبط. ادي ما الكيس اهوت معايا، هحط فيه جزء من الدقيق اللي هو في الطبق. ماشي. وبعد كده هاخد الستريبس احطه في الدقيق هنا، جزء منه في الدقيق. وبعد كده هرجع تاني احطه في الميه بتاعه التتبيله. وبعد كده احطه في الكيس دوت وارجه. ده ليه؟ اول حاجه مش هتبهدلي الدنيا، دقيق. دي حاجه. تاني حاجه لما بتحطيه في الكيس وترجيه كده كويس جدا، بيعمل خرفشه حلوه قوي للستريبس، وهتشوفوها معايا دلوقتي. ده بيبقى اسهل كمان لما من الطريقه اللي انا قلت عليها في الاول، يعني الطريقه الاولانيه اللي تطلعي وتعملي بايديكي، دي هتكون اسهل. اهي بص، انا طلعت من هنا، حطيتهم كلهم طبعا في الدقيق الاول، وهحط بقى في ميه التتبيله، وهرجع احطه في الكيس. بس طريقه سهله قوي قوي قوي. بس جربوها واوعدكم هتاكلوا احلى ستريبس، حرفيا احلى من اللي بتشتروه من السوبر ماركت. بجد جربوا وقولوا لي، هيعجبكم تحفه. بجد والله العظيم جميل قوي، يعجبكم. وانتم ضامنين طبعا ان حاجه انتوا عاملينها بايديكم، الفراخ شارينها بايديكم، وكل حاجه بايديكم، فهتاكلوها يعني تبقوا مرتاحين حتى نفسيا وانتوا بتاكلوا الحاجه انها حاجه نظيفه. بس وطبعا بيبقى موفر. شوف احنا بنجيبها من السوبر ماركت بكام بدون ذكر اسماء شركات. شوفها بنجيبها بكام من السوبر ماركت. لا دي احلى، وهتشوفوا الكميه لما تطلعها معاكم وانا بقلها هتبقى قد ايه. اعمليها لاولادك وفرحيهم يلا. دي أكلة طبعًا من الأكلات المحببة للأطفال والكبار يعني. بس أهي بُصّي الخرفشة ما شاء الله. طب هاتيها كده شوية على الكاميرا، ورّيهم الخرفشة. أيوه أهي بالضبط. إيه رأيكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله. الله، الله. بس ولمّا تتحمّر بقى كمان هتتفرّجوا. بُص جميلة ما شاء الله. جرّبوا بس التتبيلة دي وبإذن الله إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بس هنا إيه الزيت سُخن بس مش أوي. لأ هو المفروض يبقى سُخن عن كده شوية، بس أنا اللي استعجلت وحطيته الصراحة. لأ هو المفروض إيه يسخن عن كده حاجة صغيرة يعني. طبعًا إحنا لمّا نحط الستريبس وهنحمّره ما نجيش خالص جنبيه، خالص ما نقلّبوش خالص، عشان لو قلّبتيه الcover اللي عليه ده هيُقع في الزيت. لأ إحنا هنقلّبه إمتى؟ لمّا نلاقيه تماسك. إحنا خلاص شايفين فعلًا حرفيًا إن الcover تماسك. ساعتها هنقلّب تقليبة بسيطة أوي. ولمّا ياخد اللون الحلو ده معاكم، عشان هو بيبقى فيه درجات، بيبقى فيه أفتح من كده، لأ ما تطلّعوهوش وهو أفتح من كده. ليه؟ عشان تبقي ضمنتِ السِوَى بتاع الستريبس، وكمان غير كده تبقي ضمنتِ كمان القرمشة. قرمشته جميلة، وطعمه حلو أوي، وتمليحته وتوابله جميلة. إن شاء الله يعني هتعجبكم بإذن الله إن شاء الله. بس إحنا طلّعنا الستريبس ما شاء الله، وأدي شكله. طبعًا إحنا عملنا جنب الستريبس عملنا جنب الستريبس كفتة، وعملنا شوية بطاطس متفرزنة، عملتها أنا في فيديو.
مش عارفة بقى الفيديو هو لأ الفيديو نزل خلاص بتاع البطاطس، اللي عايز برضك يشوفه. بس وده الشكل النهائي، شوية سلطة، شوية مخلل، بطاطس من اللي أنا مفرزناها جميلة جدًا. يالّا جرّبوا وإن شاء الله أكون كده يعني ضيفة خفيفة، وما تتضايقوش منّي عشان كل شوية أقول لكم الله الحاجة حلوة وجرّبوها تعجبكم. لا والله عشان بجد أنا يعني إيه، باعمل لكم حاجة دي خبرة سنين بصراحة يعني مش لسه وصفة عاملاها من جديد لأ. فعشان كده بابقى باتكلّم وأنا واثقة من الحاجة. بسم الله ما شاء الله. أنا باقطّعها لكم وبافرجكم عليها من جوّه، وأدي الكفتة كمان. يالّا بألف هنا وشفا. واللي وصل لحد هنا بقى يدوس لي لايك و ويدوس لي اشتراك، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة، وأسيبكم في حفظ الله. مع ألف سلامة، مع السلامة.